تخيل أنت مسؤول عربي يقتحم المباراة في كأس العالم ويجبر الحكم على إلغاء هدف رسمي. لايك ومتابعة وتابعوا معنا الفيديو للآخر. في مونديال إسبانيا 1982 كانت الكويت تلعب ضد فرنسا، وفجأة سمع لاعبو الكويت صافرة من المدرجات، ظنوا أنها من الحكم وتوقفوا عن اللعب. عندها استغل مهاجم فرنسا الفرصة وسجل هدف، والحكم احتسبوا فورا. اشتعلت الأزمة وبدأ لاعبو الكويت بالهدير والاعتراض في الملعب. وفي لقطة هي الأغرب في تاريخ كرة القدم، نزل رئيس الاتحاد الكويتي وقتها الشيخ فهد الأحمد الصباح إلى أرضية الملعب وسط ذهول الجميع، وهنا الشيخ هدد بسحب كامل الفريق إذا لم يلغى الهدف الظالم، وبشكل لا يصدق خضع الحكم للضغط وتراجع عن قراره وألغى الهدف. وبعد هذا الكل فرنسا ربحت في المباراة، والحكم تم إيقافه نهائيا عن التحكيم بسبب هذه الفضيحة التاريخية. اكتب لنا رأيك في التعليقات وتابعني للحلقة القادمة من سلسلة أغرب من الخيال في المونديال.